السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صراحة جد سعيد بانضمام لنادي كما الهلال، نادي كبير وتاريخي ليلعب على أدوار طلائعية دائما وأكبر فريق في آسيا. فبالنسبة لي فهو تحدي جديد في مسيرتي الكروية، أنا يعني جيت بعقلية باش نكسب تاريخ إن شاء الله مع نادي الهلال. مستحيل يا بونو، مستحيل يا بونو، يا لها من لقطة. ياسين ينقذ الهلاليين من أعباء ومشاكل دفاعهم، من أخطاء دفاعهم. خطيرة، يا لها من لقطة. أي حارس أنت، أي قبضة هذا، أي ياسين. ديما بونو يتدخل في توقيت حاسم. فقيه كرة عرضية خطيرة. مستحيل يا بونو، مستحيل يا بونو، يا لها من لقطة. ياسين ينقذ الهلاليين من أعباء ومشاكل دفاعهم، من أخطاء دفاعهم. خطيرة، يا لها من لقطة. أي حارس أنت، أي قبضة هذا، أي ياسين. ديما بونو نحو كريم. حلوة 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 كرة. غير معقول. مستحيل يا ياسين، مستحيل يا بونو. بنزيما يا جماعة، بنزيما اللعبة، بنزيما الفكرة، بنزيما المهارة. أعطاه على أنت وضميرك، على أعتاب المرمى مهند، على أعتاب المرمى شنقيطي، لكن في المرمى حارس كال. نفس الشخص المتوتر. كرة عرضية بالراس خطيرة وفرصة رائعة، لكن بونو يتدخل في آخر لحظة. بونو شالها في آخر لحظة. لا زالت خطيرة. يا إلهي، مرة ثانية لضمك، مرة ثانية لفارس الجنوب. كانوا خطيرين. منطقة مارتينيز يا ولد. مش ممكن. الله على اللقطة يا بابيو، يا بابيو. الله على اللمسة يا بابيو. بعد كريم بنزيما وكرة وفرصة. يا إلهي، كان قريبا من الرابع بنزيما، ولكنها ضاعت في اللحظة الأخيرة. كورنادو يا جماعة، كورنادو لكريم اللي كان على أعتاب المرمى. بونو الشهراني على مرتين. بونو يحفظ شباك الهلال قبل تاريخية في هذه الأمسية. الفارو كرة طويلة خطيرة وكرة وفرصة. يا إلهي، يتدخل في توقيت حاسم. أي لقطة يتعاون، أي لقطة يتعاون، أي لقطة يتعاون. عيد اللقطة، عيد الهجمة، لكن انظر. الله الله، يا بدو موسيم، يا للهدف الذي ضاع. ياسين بونو لم يختبر، وعندما اختبر تصدى. تيو في التسويق، وياسين بونو. التسويق من عباس الحسن وياسين بونو. السد العالي بألوانه المغربية. حول بينية خطيرة داخل منطقة وكرة. بونو يتدخل، بونو يبعد الخطر. يا لها من فرصة، يا لها من لقطة جميلة لمصعد ضبك. مرة أخرى في الهجوم ومرة أخرى في المحاولة، لكن في الأخير تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. تعود الكرة مرة أخرى، محاولة خطيرة. يا ولد، يا ولد، على لقطة كاسر. بونو يتدخل. لا والله معاذ، لا والله معاذ. لمسة حريف، لعبة حريف، كورة ولا أروع لمصعد التعاونية. كاسر يا رجل. اتحادية على اليمين وكرة إلى كريم، تسديدة. يا إلهي، يتدخل بونو في آخر لحظة. هذا بريمير ليج يا جماعة. يا رياض، يا رياض، بيرسل الكرة. الله، يا فيكا، يا فيكا. ستندم على هذه الفرص إن لم يعوضوها. شوف التمريرة، شوف الكرة التي كانت
بالقدم الضعيفة. أخرى أبو حيمد يعدي التسويق وياسين بونو رائع المغربي. سنبل يسدد ياسين بونو ثم عودة من جديد. ياسين بونو للمرة الثانية ينقذ مرمى الهلال. ياسين بونو هنا يطمئن الهلاليين، لكن ضغط رايداوي ناجح في شوط اللقاء الثاني. طويلة باتجاه كوايسن بالراس، خطيرة اتفاقية، تسديدة قوية وفرصة وكرة. يا لها من فرصة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة لمصلحة الاتفاق، لكن ياسين بونو عدى فيجا عرض محرز صواب، الكرة مقطوعة، الفرصة ضاعت، الكرة كاد أن يعدل من خلالها النادي الأهلي، والكرة بتصل وقد تكون أروع. الله يا توسي، تصويبة يا رباب يا بدا موسى. شوف الكرة الأخطر، الضربة الأولى يا كارينيو، هل كنت تريدها؟ يضغط على المرمى الهلالي، خطيرة لروما وكرة وفرصة. يا إلهي، بونو يتدخل، فرصة للحزم، تقليص الفارق، مستحيل اللقطة. من الذي تصدى؟ هل الهلال حارسين؟ هل أنت أحدهم يا روبن نيفيز أم أن بونو من تصدى للكرة؟ كريم استقبال كرة، مرور جميل، كرة بنزيما، تسديدة. يا إلهي، حلوة من بنزيما وياسين بونو، والتمريرة بين أحلام، وكرة أجمل، وبونو في اللحظة الأخيرة. يا الله، لولاك يا بونو. مارتينيز بيني، حلوة لنارين، وبونو يتدخل فيها، تسلل في الأصل. يا الله، بانيجا يأتي بكرة عالية بالرأس بهذه الصورة، لكن موجود بونو حارس المرمى. يرجع الدفاع، عالية الكرة، وبونو يتعملق. بونو إلى بادو ماسي، استلم، حضن، صوب، يا للكرة، يا للمرمى، هي فرصة. كيف ستنام يا بادو موسي، يا بادو موسي. قليلا لكن كرة خطيرة خلف المدافعين، فرصة وكرة، لكنها في يد بونو، في يد ياسين بونو. هذا الشيء اللي يراهن عليه الفريق الأحمر في مباراة الليلة. كرة في دار المدافعين، وياسين بونو سجل 70 هدف واستقبل 28. ياسين بونو بكرة من محمد السعيد. السلام عليكم. اعترف الدولي المغربي ومدافع ويست هام الإنجليزي نايف آغرد بصعوبة مباراة الديربي التي ستجمع فريقه اليوم بمنافسه التقليدي توتنهام برسم الجولة 15 من البريمير ليج. وقال آغرد في تصريحاته لموقع ناديه إنه ديربي، ونعلم أنه عندما نواجه توتنهام يكون الأمر مهما للغاية للنادي وللجماهير كذلك. وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، لكن ذلك هو حال جميع المقابلات في الدوري الإنجليزي الممتاز. بصراحة منذ جئت إلى ويست هام لم ألعب مباراة سهلة طيلة الدوري. وأوضح اللاعب: توتنهام لا يتوفر على نفس الفريق العام الماضي، في الموسم الفارط كان أنطونيو كونتي، والآن لديهم مدرب جديد بفلسفة مغايرة، وهذه المرة الأولى التي نلعب فيها ضدهم بهذه الفلسفة. وختم الدولي المغربي: الأمر تغير هذا العام، أفهم أن النادي ذاته، الأمر تغير هذا العام، أفهم أن النادي ذاته، لكن بالنسبة لنا بالنظر إلى السياق الاحترافي إنه تحدي مختلف علينا للاستعداد له. لقد اشتغلنا لبضعة أيام للتحضير لهذه الخصم، وقمنا كذلك بمشاهدة مقاطع الفيديو وألقينا نظرة على الإحصائيات. ستكون بالتأكيد مباراة صعبة.